يا مساء الخير، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ طبعا في اطار المتابعه اللي احنا الحمد لله رب العالمين شغالين عليها، والتواصل مع الساده المحترمين اصحاب شركات الحزام الاخضر اللي بداوا يتواصلوا معانا بشكل بيبين قد ايه ان في شركات واعيه وفاهمه اللي احنا بنعمله، وعارفين قد ايه قيمه دوت بالنسبه للعملاء واهميته بالنسبه لتطور المكان. النهارده كنا في كذا اجتماع، اذكر منهم من الاجتماعات بجد اللي انا مبسوط جدا منها اجتماع مع احد الاونرز الشركات اللي موجوده في الحزام الاخضر، ويمكن هي من الشركات القديمه اللي تعتبر بدات معانا قصه النجاح في الحزام الاخضر، وبنتوقع باذن الله ان شاء الله باذن الله ليهم مستقبل كويس، ان شاء الله يكونوا على قد ثقتنا فيهم. باشمهندس محمد عبد العزيز رئيس مجلس اداره شركه بالمير، قعدنا شفنا الرؤية بتاعت الشركة، البلان بتاعتهم، مشاريعهم، اخبارهم ايه. يعني بصراحة ان شاء الله باذن الله هيكون في حاجات كويسة ان شاء الله معاهم. مش بنرشح الشركة علشان الكلام اللي احنا بنقوله ده، احنا بنرشح الشركة عشان هي باذن الله تكون جديرة بدوت. اتمنى ان كل شركات الحزام الاخضر تكون باذن الله قد ثقتنا فيهم، وبنشكر باشمهندس محمد برضو على حفاوة الاستقبال بصراحة. ف يعني ان شاء الله باذن الله احنا متفائلين خير، بس بنعيد تاني ان في شركات كتير جدا يا جماعه والله بنتسال عنها ومش عارفين نرد، ما عندناش معلومات. فللاسف يا ريت الشركات اللي لسه ما تواصلناش معاهم ان يكون في اجتماعات معاهم قريب، علشان باذن الله يكون عندنا معلومات نرد بيها على الساده العملاء اللي بيسالونا. نهاركم ابيض. السلام عليكم.